اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. سمعنا صلاة النبي وعطر دايما فمك بالصلاة على النبي. شايفين هالجمال والإبداع. شوفوا الوصفة الجميلة دي، نص ورقة جلاش بس عملنا الكمية دي وقدوهم كمان. ما شاء الله، يعني الموضوع بسيط والوصفة موجودة كلها على قناتي دوقني يا مايسترو. أهم حاجة إنك تصلي على النبي، ورمضان كريم عليكم يا رب، مليان خير ومليان محبة لكل حبايبنا الغاليين اللي دايما منورين. كل متابعيني، كل اخواتي، كل اصدقائي، كل حبايبنا الجمال. شايفين التسوية بتاعتها؟ ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. طبعا زيناها بالفستق الكذاب. تسويتها جميلة جدا ما شاء الله عليها، من فوق ومن تحت يعني كلها هايلة. شوفوا حضراتكم، يعني حاجة نقول الله أكبر. يعني تشرفك قدام كل عيلتك وكل معازيمك وكل اخواتك وكل أسرتك الغالية. المهم سمعنا صلاتك على النبي، ولايك جميل كده، واشتراك وكومنت يليق بيك وبذوقك. ودايما الجديد موجود معانا. خالص تحياتي المايسترو الدكتور مسعد الهواري. جلاش الصدفة بحشوة جميلة ما شاء الله. هنبدأ نلمها زي الورق اللي كنا بنعملها، المروحة، الورق بتاع زمان دي اهو. بالشكل ده اهو. واسيب هنا سنتي وسنتي كده، منايم دي كده، وابدأ اجيب القشطة بتاعتي احطها فوق الخطوط اللي عملناها كده بالشكل ده. وعندي اي شوية مكسرات على الوش كده اهو، بالشكل الجميل ده. وهبدأ اقفل الطرف ده كده، والطرف التاني العكس بتاعه تمام، واضمهم كده كويس، وامسكها من ناحيتين واقلبها عشان تبقى معايا بالشكل ده. ابدأ اجمع كل جزء كده. احنا عملنا 4 اهم اهم اهم. سكينة بقى او مقص كده، وابدأ اقطع وابدأ اجمعها كده، اضغط عليها من الناحيتين عشان تكون عندي بالشكل ده. وابدأ ارص في الصينية بتاعتي. كمان واحدة اهيت اهو. الموضوع سهل خالص اهو. نضغط عليها كده اهو. طبعا وارصها في الصينية بالشكل اللي حضرتك شايفينه ده لغاية ما اكمل الكمية بتاعتي. كمان مرة اهو. الورقتين حطيت ورقتين مش ورقة واحدة اهو. بتنيها كده وابدأ اجمع، اشد اشد اهو كده، وافضل
افرد اللي انا عملتهم الخطوط دي كده اهو. زي ما حضراتكم شايفين الموضوع بسيط خالص، وابدا اجمع، احط الطرف ده كده عليها والطرف التاني اهو اهو، وامسكها واقلبها خالص الناحية التانية ناحية، وابدأ اجمع الاربعة اللي انا عملتهم اهم بالشكل ده واقطعهم وابدأ امسك كل واحدة واضغط عليها من الطرفين الاتنين ضغطة كويسة عشان تبقى معايا بالشكل ده اهو اهو. طبعا لسه ما حطيتش اي مادة دهنية ولا سمنة ولا اي حاجة. وابدأ بقى ايه شوية سمنة كده ايه سايحة ولمعها كده الحلويات الشرقية عموما روحها السمنة يعني، فحتى لو في سمنة هتبقى زيادة شوية نقدر نصفيها ونستخدمها يعني، ما مش هتأثر. احنا ما بنطبخش، احنا بنعمل حلويات يعني. أكد إن السمنة وصلت لكل واحدة فيهم علشان أنا ما دهنتش الورق، فلازم أحس إن هي إيه، أتأكد إن هي أخدت حقها في السمنة كويس جدا يعني. زي ما حضراتكم شايفين شكلي بيتكلم عن نفسه أهو. دي نص كوباية سمنة، موضوع أحسن بدل ما أدهن ورقتين ورقتين بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وهندخلها الفرن على الرف الأوسط على 180 درجة. لو الفرن بتاعك حامي أكتر من كده خليه على 160 درجة، وهنشوفها لما تطلع نشوف الشكل النهائي بتاعها. شوف كده وصلنا لفين في التسوية بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. كده جميلة جدا تاخد شرباتها. في هنا سمن زيادة اهوت، السمن ده انا هصفيه كله. هنبدأ نسقيه ونقدمه بالشكل الجميل ده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. سمعنا صلاة النبي وعطر دايما فمك بالصلاة على النبي. شايفين هالجمال والإبداع. شوفوا الوصفة الجميلة دي، نص ورقة جلاش بس عملنا الكمية دي وقدوهم كمان. ما شاء الله يعني الموضوع بسيط، والوصفة موجودة كلها على قناتي دوقني يا مايسترو. أهم حاجة إنك تصلي على النبي. ورمضان كريم عليكم يا رب، مليان خير ومليان محبة لكل حبايبنا الغاليين اللي دايما منورين
كل متابعيني، كل اخواتي، كل اصدقائي، كل حبايبنا الجمال، شايفين التسوية بتاعتها؟ ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. طبعا زيناها بالفستق الكذاب. تسويتها جميلة جدا ما شاء الله عليها، من فوق ومن تحت يعني كلها هايلة. شوفوا حضراتكم، يعني حاجة نقول الله أكبر. يعني تشرفك قدام كل عيلتك وكل معازيمك وكل إخواتك وكل أسرتك الغالية. المهم، سمعنا صلاتك على النبي، ولايك جميل كده، واشتراك وكومنت يليق بيك وبذوقك، ودايما الجديد موجود معانا. خالص تحياتي، المايسترو الدكتور مسعد الهواري.